السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض العيش البلدي الجميل اللي انتوا شايفينه ده بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وفي فرن البوتاجاز بتريكات وتفاصيل لازم تعرفوها علشان يطلع معاكم ناجح بالشكل ده من اول مره. في الفيديو هقولك على اسرار مهمه جدا هتخليكي تعملي الكميه دي كلها واكتر كمان لو حابه، وكمان هتعرفي ازاي تحتفظي بيه في الفريزر لاطول فتره ممكنه. طبعا مش محتاجين اقول لكم قد ايه طعمه بيكون في منتهى الجمال على الفطار والسحور، وفي البيت هيكون احلى وانضف واوفر من بره بكتير جدا. يلا نسمي الله ونبدا على طول في الوصفه بتاعتنا. بس الاول يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو لسه بتشوفوني لاول مره وحابين يوصلكم كل جديد من وصفاتي يوميا اول باول. معايا زي ما انتم شايفين حوالي 4 كيلو من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات ولازم يكون منخول. هنحتاج كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره ممسوحه من الملح، كمان معانا حليب كامل الدسم دافي، وكمان سكر. طبعا هنحتاج لباكو من البيكنج باودر وشويه فانيليا سايله. لو متوفرين عندكم الاتنين دول ضيفيهم، لو مفيش خلاص تقدري تستغني عنهم، مفيش مشكله. دلوقتي هنضيف للدقيق معلقه الملح الكبيره، وطبعا يا جماعه لازم يكون الدقيق بتاعنا منخول. هنضيف كمان البيكنج باودر، وتقدري تستعملي اي نوع دقيق متوفر عندك او تكوني معتمداه في كل وصفاتك. هنيجي على الحليب بتاعنا الدافي وهننزل بمعلقه كبيره من الخميره الفوريه و8 معالق من السكر. تمام، لو انت حابه تقللي السكر عن كده براحتك مفيش مشكله، بس ده هيخلي طعم العيش في منتهى الجمال. يعني تقريبا هنحط لكل كيلو من الدقيق معلقتين من السكر. هندوب السكر والخميره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنبتدي نفضيه على الدقيق بتاعنا ونبدأ نعجن. طبعا معايا هنا كمان معلقتين من القشطة، دول كان وش اللبن، لو متوفر عندك ضيفي، مفيش خلاص مفيش مشكلة. كمان هنضيف حوالي كوباية زيت، كوباية الشاي، مش اكتر من كده. يبقى الوصفة بتاعتنا سهلة جدا جدا جدا. تقدري تعمليها بحليب لو متوفر عندك، ولو مفيش تقدري تعملي بمية دافية. تمام، انا هنا كان عندي شوية حليب صغيرين، حوالي كيلو من الحليب فدفيته، ودلوقتي هبتدي افضيه كده على الدقيق بتاعي، وهبتدي ابس بايديا كده هشرب الدقيق الحليب. طبعا الكميه دي مش هتكفي، فهحتاج ان انا اضيف كمان، لو عندي حليب هضيف، لو عندي ميه هضيف. انا ضفت ميه مكان البوله اللي كان فيها الحليب، فاهمين قصدي؟ وهبتدي بقى اضيف ميه بالتدريج كده لحد لما العجينه تلم معايا. طيب لو عندك عجان طبعا تقدري تعجني فيه. بالنسبة للزيت فهو ده يا جماعة السر اللي هيخلي لون العيش بتاعك تحفة زي ما هتشوفوه معايا في الفيديو. بس طبعا مش هنضيف الزيت غير في الاخر خالص واحنا بنلم العجين. انا نزلت على الارض، بحب اعجن يعني باخد راحتي على الارض، فعجنته كويس جدا لحد لما لم معايا بالشكل ده، وفي الاخر اديته كوباية الزيت بمعلقتين القشطة ولم وبقى جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ادهن وشه من فوق بزيت، وهغطيه بكيس وكمان بفوطة، وهسيبه في مكان دافي لحد لما حجمه يتضاعف ويخمر معايا تماما. ده العجين بتاعي بعد لما خمر، شايفين ما شاء الله حجمه اتضاعف وبقى قد ايه. هنبتدي بقى نشيل الكيس بتاعنا ونضيع الخمر بتاعه بالشكل ده. بعد كده هنبتدي نكور العجينة بتاعتنا لكرات تكون كلها متساوية في الحجم. طبعا لو انتوا حابين الحجم كبير او صغير براحتكم، انتوا اللي تقدروا تتحكموا في النقطة دي. رشيت شوية دقيق كده على الرخامة، وهبتدي دلوقتي اكور العجينة زي ما اتفقنا، بس حاطة طبق فيه شوية زيت زي ما انتوا شايفين. كل كورة عجين هكورها هبتدي ادهن وشها من فوق بالزيت. تمام، التركة دي هتخلي وش العيش يفضل، وش العجين يعني يفضل طري معاكي لحد لما تخلصي كل الكمية اللي انت عاملاها مهما كانت قد ايه. كمان مش هيخلي العجين يلزق في بعضه. هخلص بقى الكمية كلها ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. شايفين ما شاء الله عملنا قد ايه. هبتدي طبعا اخبز على طول، بس هبدأ باول كورة انا شكلتها. تمام، وطبعا قبل ما ابتدي اخبز لازم نغطي العجين بتاعنا بالشكل ده. وكمان هجهز البولة اللي هطلع فيها العيش من الفرن. جبت بولة اللي انا كنت عاجنه فيها، طبعا بعد ما غسلتها ونضفتها لبستها كيس كده وحطيت جواها فوطه، وهبتدي ابطط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ضروري جدا جدا ان الفرن بتاعنا يكون متشغل على اعلى درجه حراره من تحت ومن فوق. تمام، لازم يكون الفرن بتاعنا درجه حرارته عاليه جدا، شغال على اعلى حاجه عندك من تحت، والشوايه كمان من فوق. هتبداي تبططي كده 3 ب3. وطبعا علشان تركه مهمه جدا العيش بتاعك يقب ويطلع جميل بالشكل اللي هتشوفيه معاه دلوقتي،
تكوني جايبه صينيه، عارفين الصواني اللي بنعمل فيها الكحك والحاجات دي، صواني الفرن الكبيره، تكوني حطاها في ارضيه الفرن. تمام. الصينيه تسخن، هتبداي تطلعيها تحطي فيها مثلا لو الصينيه دي كبيره هتحطي فيها 3، لو صغيره هتحطي فيها 2 مثلا. زي ما انتوا شايفين كده انا شديتها من الفرن لان هي كانت سخنه جدا. هبتدي ايه وانا قاعده قدام الفرن كده اخبز 2 ب2 او 3 ب3 4 ب4 حسب ما حجم الصينيه بتاعتي ياخد، وهزق كده في الفرن. زي ما اتفقنا الفرن شغال من تحت على اعلى درجه حراره. هيبتدي العيش بتاعنا يستوي من تحت زي ما انتوا شايفين كده، وهيبدا يقب واحده واحده. الشوايه معايا شغاله برضو، وحاطه الشبكه فوق شويه زي ما انتوا شايفين. اول ما العيش بتاعي يبدا يقب من تحت ويستوي من تحت برفعه على طول على الشبكه اللي في النص دي علشان ياخد لون من فوق كمان. تمام. وهكذا هكرر نفس الخطوات مع كل كمية العجين. يعني هعمل ايه والفرن شغال كده والعيش بيستوي، انا عمالة ببطط في العجينة بتاعتي، وطبعا عيني برضو على الفرن. اول ما الاقي ان العيش قب معايا ابتدي ارفعه على طول على الشبكة ياخد لون من فوق من الشواية، واطلع احط في البولة اللي انا قلت لكم عليها. اكون خلاص خبزت 3 تانيين او 4، ادخل على طول. هتكون الصينية معايا لسه سخنة. العيش هيستوي ويقب ويطلع معاكي تحفة جدا. انما ما تحطيش على صينية تكون باردة وتدخليها الفرن، هتلاقي العيش وشه احمر من فوق وهو من تحت قعره بارد ومش هيقب معاكي وهيطلع ملكوم. تمام. دي التركة اللي انا كنت حابة انوه عليها. لازم ان انت تكوني حاطه صينيه في الفرن بالشكل ده وتسيبيها تسخن جامد. اول لما تسخن معاكي بتطلعيها تحطي فيها الرغيفه اللي انت بططيها. اول لما يقب بالشكل ده بترفعيه على الشبكه اللي فوق تحت الشوايه، وتكوني مخليه بالك علشان ما يتحرقش بسرعه. واول ما بيطلع شايفين ما شاء الله كان قابب وجميل. بصوا شكله من تحت وبصوا من فوق تحفه جدا جدا، ومش هياخد معاكي وقت اطلاقا. اللي بتطلعيه بقى بتحطيه في البولة اللي انا قلت لكم عليها، وكده نكون عملنا احلى عيش في الدنيا وبكل سهولة، مش هياخد معاكي وقت وطعمه بيكون في منتهى الجمال. بالنسبة بقى لطريقة التفريز، فاحنا بعد ما بنخلص خبز كل كمية العيش اللي عندنا بنبتدي نهويه، نمسك كده رغيف رغيف كده نهويه، وبعد كده بنجيب اكياس تلاجة ونعبي فيها على حسب افراد اسرتنا. بناكل مثلا 5 رغيفة 10 بنحط في كل كيس بالطريقة دي. بعد كده بندخله الفريزر ونطلعه قبل الاكل بنص ساعة. نفتح الكيس يدوب يتهوى وبناكل منه بيكون طري وفي منتهى الجمال. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم حطوا له لايكات كتير علشان يترفع والناس كلها تقدر تشوف الوصفة المميزة دي. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مرة ينزل حالا يشرفني بالاشتراك. هتلاقوا كلمة اشتراك مكتوبة باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. شيروا الفيديو لو حابين، وما تنسوش تكتبوا كومنت جميل زيكم، ولو في اي سؤال برضو اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.